الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله غير مودع ربي ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلال وبصر من العمى وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الدائمان على المصطفى من رسل الله وأنبيائه، ورضي الله عن آله وصحبه وأصفيائه. المشاهدون والمشاهدات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وهذا البرنامج يهدف إلى تاريخية اللغة العربية منذ العصور والدهور حتى يومنا هذا، مرورا بكل المراحل التي مرت بها اللغة العربية. واليوم ما زلنا مع ورقة أو مع مقال للدكتور جلال الدين محمد صالح بعنوان اللغة العربية في إريتريا بين المطالبة الشعبية والرفض الشعوبي. والشعوبية هي فئة تكره العرب وتكره اللغة العربية. يقول الدكتور: وهذا يكشف لنا مدى الحساسية التي كانت تملأ نفوس هذا الفريق من اللغة العربية، الذي استطاع في الأخير من أول يوم قرر فيه التوحد مع قوات التحرير الشعبية تجريد اللغة العربية. يقصد فصيل الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا سابقا قبل أن تحكم البلاد من أي سند وثائقي يمكنها من الانتشار. وبهذا الحل فرض التجرينيا وقلص دور العربية إلى أن أوصلوا حد الغياب في قوات التحرير الشعبية التي حملت لاحقا اسم الجبهة الشعبية. وما زال هذا الحل قائما وماضيا في سياساته حتى هذه اللحظة على تقييد اللغة العربية عن المجتمع الإريتري وفرض اللغة التجرينيا. وكما ذكرنا سابقا ومرارا أن اللغة التجرينيا هي من اللغات السامية، اللغة يطلق عليها اللغة الحبشية، وهي تضم اللغة التجرينيا والتجرايت ولغة الأمهرة، وهي تكتب بالحرف المسند الحميري، وهي لغة سبئية حميرية. لذلك يقول: وفرض التجرينيا كلغة مشتركة من خلال الاحتكاك والممارسة المشتركة في الحياة اليومية، لتحقق بهذا المرحلة الثانية والنهائية من مراحل تجرنة المجتمع التي يحملها رجال سيلف ناس إنت، التنظيم الوحيد الذي كان يستخدم التجرينيا ويتكون من عناصر ذات أصول ثقافية ودينية ولغوية واحدة، والذي تمكن من تطويع قوات التحرير الشعبية لصالح أهداف التجرنة. ويقول الأستاذ الأمين محمد سعيد، وهو من كوادر الجبهة الشعبية تحرير إريتريا سابقا والجبهة الشعبية للعدالة الديمقراطية والعدالة الحزب الحاكم الآن، يقول أن أبناء هذه القومية، يقصد التجرينيا، والذين شكلوا في النهاية الجانب الثاني لقوات التحرير الشعبية، ونتيجة لحالات الإرهاب التي كانت تواجههم في عهد القيادة العامة، يقصد جبهة التحرير الأريترية، وفي عهد المناطق وخاصة في المنطقة الخامسة، تشكلت لديهم العديد من المخاوف والتشكيكات مما كان يعيق التعاون والتقارب بين جانبي قوات التحرير الشعبية. كما ذكرنا، الثورة الإريترية بدأها المسلمون، وبعد ذلك في السبعين بدأت من الخمسينيات سياسية، ثم تحركت
في عام 1961 بانطلاق الثورة الإريترية في الميدان، وما جاء هؤلاء أصحاب التجرينيا إلا في السبعينات، جاءوا في السبعينات، لم يكن لهم دور في تلك السنوات التي مرت في الثورة الإريترية. لذلك يقول هو طبعا يدافع عنهم ويقول مما يعيق التعاون والتقارب بين جانبي قوات التحرير الشعبية. وبغض النظر عما إذا كان، يقول الدكتور جلال الدين محمد صالح، وبغض النظر عما إذا كان هذا واقعا فعلا أم اختلاقا أصلا، فإن التساؤل الذي يمكن أن يرد هنا هل من الممكن أن تكون هذه المخاوف والشكوك نتيجة تلك الممارسات وحدها دون أي أثر ودور لعوامل أخرى ذاتية تكونت لموروثات تربوية ثقافية ودينية؟ وهل من المعقول افتراض سلامة هذا الطرف في رسم سياساته من اللغة العربية وكل مواقفه الحالية من تلك الموروثات الذاتية؟ وما الضمان في أن سياسته الحالية ليست متأثرة بتلك المخاوف والشكوك؟ لذلك هذه اللغة العربية كانت موجودة كما ذكرنا في قبل إثيوبيا في عهد الاستعمار الإيطالي والاستعمار البريطاني ثم الاستعمار الإثيوبي، فكانت موجودة، وكان كذلك تتداول بها أدبيات الثورة الإريترية في الميدان. فيقول دكتور جلال الدين إن اللهجة الحادة التي يتحدث بها رئيس السياسة سواء في الموقف من اللغة العربية أو الإقرار بحق الآخر واختياراته الثقافية تحمل على الشك من خلوها من ضغوطات تلك المخاوف والشكوك التي استشبعت بها هذه المجموعة لسبب آخر، المجموعة الشعوبية التي أطلق عليها المجموعة الشعوبية، وادعاء خلاف ذلك نوع من مجافاة الحقيقة لا يزعمه إلا أولئك الذين يتخيلون سياسة ورفقائه من مجموعة سلف ناطنة الإنسان المعجزة المتفرد عن بقية أفراد المجتمع الإريتري في نكران الذات، والمتغلب على كل مؤثرات بيئته الثقافية والدينية وخلفية صراعاته السياسية، كأنه مبعوث العناية الربانية، ويطالبوننا أن ننظر إلى أفكاره وسياساته مفصولة عن كل هذه المؤثرات التي صاحبته، في حين أن تحليلاتهم لطروحات الآخر تنهج عكس ذلك، بل تختزل كل مواقف المخالف في كلمة الطائفية. يعني كل من يريد أن يتكلم عن اللغة العربية ودورها في إريتريا أو المجتمع الإريتري يصنف طائفي، أنه يدعو إلى الإسلام وأن اللغة العربية معناها الإسلام، ومن ثم تغيب عنها الموضوعية، يقول هكذا الدكتور، وتعجز عن الوصول إلى الحد الذي يمكنها بشكل نزيه من معرفة الطائفية أين تكمن. وتبنى اتجاه الرئيس السياسي فكرة مشروع تطوير لغات القوميات من الصعب تجريده من البيئة الاجتماعية بمؤثراتها الثقافية، ثم من التنظيرات الغربية بفلسفاتها الفكرية والتفتيتية لوحدة الشعوب انطلاقا من أهداف استعمارية. ذكر سياسة فورقي أن الذين ينادون باللغة العربية متأثرين بالاستعمار البريطاني الذي أراد تقسيم إريتريا إلى لغة عربية وإلى لغة تجرينيا وإلى مسلمين وإلى مسيحيين. هكذا يقول في الرد عن اللغة العربية ودورها في إريتريا أو المجتمع الإريتري. وهذا يظهر في التطابق التام بين رؤيته للمسألة وبين أصولها الفكرية ومصادرها الاستعمارية،
ومن المثالية أن نرى في ذلك مجرد مصادفة وتوافق غير مقصود. إن تلاقحا فكريا تكون عن قصد وعمد وتنقيب في بطون الكتب، ثم ظهرت على سطح الساحة الإريترية معروضا ومفروضا في قوالب وطنية إعاقة لتقدم اللغة العربية وانتشارها. وقد نحى هذا المنحى الفرنسيون في الجزائر، إذ أصدر وزير داخليتهم قرارا في عام 1938 ادعى فيه أن اللغة العربية في الجزائر أجنبية. هكذا يقولون، كلهم يقولون أن اللغة العربية هي دخيل على المجتمع الإريتري وعلى المجتمع الجزائري وعلى المجتمع المصري وهكذا، لذلك فرضوا على المجتمعات اللهجات المحلية. مشاهدي الكرام، إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم بعد فاصل قصير. نستكمل ما توقفنا فيه في قراءة عن اللغة العربية في إريتريا بين مطالبة الشعب والرفض الشعوبي. ووقفنا في كلمة الرئيس وزير الداخلية الفرنسي في عام 1938 ادعى فيه أن اللغة العربية في الجزائر أجنبية وأن الجزائر أمازيغية. وفي سنة 2000 أصدرت وزارة التربية الفرنسية قراراً يطبق في امتحان البكالوريا، بحيث تمتحن فيه العربية لأول مرة في تاريخ فرنسا بالحروف الفرنسية. يعني كتبت اللغة العربية بالحروف الفرنسية وهي الحروف اللاتينية، أي أن النصوص العربية التي تقدم في ورقة الامتحان تكون مكتوبة بالحروف الفرنسية، الحرف اللاتيني، وإن الجواب يكتب بتلك الحروف. ويشمل هذا القرار الغريب التوقف عن تدريس اللغة العربية الفصحى التي يعتبرها القرار لغة تعهدية غير حية، واستبدالها باللهجات العربية. وحجة وزارة التربية الفرنسية أن الفصحى غير مستقلة في بيوت الطلبة المغاربة، وأن العربية مفروضة أيديولوجيا، يعني من الدين الإسلامي، يقصد من طرف القومية العربية التي انتهت وماتت. هذا قبل استقلال الجزائر، تأخذ استقلالها من بعد أن ضحت بمليون شهيد ونالت استقلالها. بعد ذلك رجعت اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الجزائر. وكذلك فعل الروس باللغة العربية في الجمهوريات الإسلامية، حيث أحلوا محلها 11 لغة قومية. وأيضا منع منيليك في هرر في إثيوبيا. وفي السودان فرض الإنجليز كل ما يمكنه فعله في سبيل عزل الجنوب عن اللغة العربية، لذلك كان يمنع أي عربي أن يدخل إلى جنوب السودان لكي يعلم اللغة العربية، وفرضوا عليهم اللغة الإنجليزية. ولكن ما زال الشعب الجنوب السوداني، الدولة الجديدة، تتكلم العربي في الحياة اليومية، تتكلم بعربي ما يسمى عربي جبة، والذي يعلم العربية إذا ذهب إلى جنوب السودان يستطيع أن يتفاهم مع الجنوبيين. وكتب السكرتير الإداري في السودان ماكميل
في مذكراته التي عدها في 10 سبتمبر 1928 عن مسألة اللغة العربية قائلا: إن نشر اللغة العربية بين الزنوج الجنوب يعني نشر الثقافة الإسلامية والديانة الإسلامية. هكذا يخافون من اللغة العربية بأنها إذا تعلمها الإنسان يستطيع أن يقرأ ويفهم عن التراث العربي أولا، ثم عن الدين الإسلامي والكتاب والسنة النبوية. وبعد دراسة اللورد ليود المندوب السامي البريطاني في مصر لآراء حكومة الخرطوم حول اللغة العربية في الجنوب، كتب إلى لندن قائلا: إنه من المرغوب فيه ولا اعتبارات سياسية وإدارية ودينية وتعليمية اختفاء اللغة العربية من جنوب السودان، وأن تحل اللغة الإنجليزية محلها في المناطق التي يكون التخاطب غير عملي باللهجات المحلية. طبعا جنوب السودان تتكون من عدة قبائل كثيرة جدا يعني، ولكل قبيلة لهجتها المحلية، وكان يجمعها اللغة العربية. حتى الآن رئيس جنوب السودان سلفاكير يتكلم باللغة العربية البسيطة التي يفهمها كل الشعوب، وهكذا رغم أنه فرضوا اللغة الإنجليزية ولكن لم تجد لها مكان في المجتمع جنوب السودان. ويقول: وأن تحل اللغة الإنجليزية محلها في المناطق التي يكون التخاطب غير عملي باللهجات المحلية، وينبغي تشجيع الإداريين البريطانيين تعلمها، يعني اللهجات يقصد، حتى يدرس المجتمع كل بلهجته، يسمى التعليم باللهجات المحلية، والتي فرضت في إريتريا ولكنها فشلت فشلا ذريعا. وتنفيذا لهذه السياسة كتب مدير بحر الغزال إلى مفتش راجة من مركز المديرية التي انتشرت فيها اللغة العربية قائلا: أرجو أن تذكر دائما أنه ينبغي عمل كل شيء وإن كان صغيرا تافها يكون من شأنه المساعدة ولو بقدر ضئيل على محو اللغة العربية وتشجيع اللهجات المحلية والوعي القبلي واللغة الإنجليزية بدلا عنها. إذا ذهبت كما ذكرت، إذا ذهبتم إلى جنوب السودان تستطيعون أن تتفاهموا مع الشعب الجنوب السوداني باللغة العربية، وتجد يافطات لوحات المحلات التجارية مكتوبة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. وإيقاف الكلمات العربية مثل شيخ وسلطان، واتخاذ العبارات المقابلة لها في اللهجات المحلية كلفظ بينج بدل شيخ مثلا في مناطق الدينكا. وكما ينبغي حث زعماء العشائر وعامة الناس على الحفاظ على أسمائهم القبلية منها، فيجب أن يشجعوا على استعمالها. يعني المفردات العربية تغير بالمفردات المحلية باللهجات القومية. وقامت القيادات التجرينياوية الإريترية، يقول الدكتور البروف جلال الدين محمد صالح، وقامت القيادات التجرينياوية الإريترية المتحالفة مع الإمبراطور هايلي سلاسي هذا في الخمسينات بتنفيذ السياسة الإثيوبية في محاربة اللغة العربية قبل أن يأتي حزب الجبهة الشعبية ويستلم الحكم في التسعينيات في إريتريا. فهناك قيادات من التجرينيا الذين يحقدون على اللغة العربية باعتبارها لغة العرب ولغة الدين الإسلامي، تحالفوا مع هايلي سلاس وهو من الإمبراطور الإثيوبي بتنفيذ السياسة الإثيوبية في محاربة اللغة العربية في إريتريا. فقد أوردت وثيقة لجنة القوى المعارضة للاقتتال الأهلي والانحرافات الوطنية
حامل توقيع الشيخ إبراهيم سلطان، وهو من كوادر الرابطة الإسلامية الأريترية. والصادرة عام 1973 محاربة تدلي باريو للغة العربية. من أهم العيوب التي تبرز مساوئ موقفه من المسألة الوطنية، فقال وهي تتعدد: سوء سياساته يوم كان رئيس الحكومة الأريترية في العهد الإمبراطور هذا تدلي باريو، كان هو رئيس الحكومة الأريترية في الاتحاد الفيدرالي. فيقول: ماذا ترك تدلي باريو ليحارب اللغة العربية ويحد من نشاطها وانتشارها ويضع العراقيل في وجه مدارسها حينما كان رئيسا لحكومة أريتريا. ويقول دكتور جلال الدين: وشهدت مصر نوعا من هذه النشاطات المشبوهة استناد فيها رسل الاستعمار وأعداء العربية بتطوير اللهجة المحلية بالحرف اللاتيني. كتبوا كتاب اللهجة المصرية بالحرف اللاتيني، هو الحرف الذي تكتب به اللغة الإنجليزية وتكتب به اللغة الفرنسية. فإذا وإبعاد العربية الفصحى عن الساحة. من أبرز هؤلاء ويلهام أسبيتا الألماني، الذي وضع كتابا أصدره عام 1880 وسماه قواعد العربية في مصر. والقاضي البريطاني سيلدن الذي أخرج كتابا سنة 1901 دعا فيه إلى إلغاء الحرف العربي وإحلال الحرف اللاتيني محله مع نبذ اللغة العربية الفصحى والاستغناء عنها بلغة أجنبية. لذلك اللهجة المصرية هي خليط من الفرنسية واللغة الإنجليزية، وكما يقولون واللغة القبطية سابقا. والوزير البريطاني اللورد ديفرين الذي رفع بعد زيارة قام بها لمصر من أول سنوات الاحتلال برقية إلى وزارة الخارجية البريطانية، نادى فيها بوضع برنامج تعليمي يشجع لهجة مصر العامية ويعتبرها حجر الزاوية لبناء منهج الثقافة والتربية والتعليم. هذه كل المؤامرات هذه في مصر، في الجزائر، في تونس، في المغرب، في محاربة اللغة العربية، ما استطاعوا أن يقتلوها في تلك البلاد، وما زالت هي في رأس اللغة الرسمية في الدولة، اللغة الرسمية في الدولة في مصر وغيرها من البلاد العربية. وممن انشرح لهذا النهج وتجاوب معه جماعة الأمة القبطية التي قادها المحامي إبراهيم فهمي سنة 1952، والتي تبنت لأول مرة في تاريخ أقباط مصر مشروعا سياسيا طائفيا يدعو لإحياء اللغة القبطية بدلا من العربية، ولإعادة مصر قبطية وتحريرها من الإسلام والمسلمين. هيهات. لذلك وغير هؤلاء كثر من أمثال السويدي كارل فورنس الذي تسمى بعمر السويدي، والمهندس الإنجليزي ويليام، ومن تبعهم وتحمس لأفكارهم من نصارى العرب أمثال ميخائيل السباق وأنطوان مطر ويعقوب صروف والمبشر مارون غصن والقبطي سلامة موسى. مشاهدي الكرام، إلى حلقة جديدة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.